السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه تطبيق تليفوني. التطبيق ده مساحته 6 ميجا و5 من 10، محمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص او تطبيق بيسهل عليك اجراء واستقبال المكالمات. يعني ايه؟ التطبيق ده اول حاجة بينفع الناس اللي هي نظرها ضعيف، الناس اللي هي كبيرة في السن، بيقدر يجيب لهم الحاجات بخط كبير او بخط واضح، بحيث ان هم لو عندهم مشكلة في ان هم يقروا الكلام او مش عارفين يشوفوا جهة الاتصال اللي هم عايزينها او الشخص اللي هم عايزين يتصلوا بيه او كده، بيقدروا ان هم يلاقوا بسهوله. كمان بيقدر يحط لهم صور للاشخاص بحيث ان هي برضو يسهل عليهم الموضوع. يعني مثلا الراجل مثلا الكبير ممكن يحط له مثلا صوره ابنه، صوره بنته، صوره اخوه، عشان يقدر ان هو يشوف الصوره يضغط عليها على طول يتصل بالشخص ده. كذلك الامر برضو للام، برضو ممكن يحط لها صوره ابنها، صوره زوجها، صوره بنتها، عشان تضغط على الصوره تلاقيها جاب على طول الشخص اللي هي حابه ان هي تتصل بيه. كمان التطبيق ده بيقدر ان هو يجيب يعمل لك المكالمات اللي انت عايزها، يجيب لك المكالمات او الاسماء بتاع الهواتف بالوان مختلفة زي ما موجود في الصور كده. كمان بيقدر يجيب لك اللي هو عداد الدقايق، المكالمة دي كلمتها امتى وكلمتها وقت قد ايه، احصائية المكالمات اليومية. كمان بيجيب لك رقم الهاتف برضو بألوان مختلفة والارقام كبيرة وواضحة. كمان بيقدر ان هو يحظر لك المكالمات اللي هي بتضايقك، وتشوف ان انت الحظر ده يعني انت حظر ارقام قد ايه. كل ده بتقدر انت تعمله. كمان التطبيق ده بيقدر يساعد جدا الناس اللي هم بيتكلموا في التليفون اثناء القيادة، قيادة السيارة. بيقدر يساعدهم ان هم يقدروا يعني هو يجيب لهم الرنة بتاعة الشخص اللي بيتصل بيهم بالاسم. يعني مثلا انا مسجل امي على التليفون باسم امي، او لما ترن على التليفون هتلاقيه بيقول لك امي بتتصل بيك، اخويا بيتصل بيك، محمد بيتصل بيك، وهكذا. اي شخص بقى انت مسجله باسم معين هو بيقول لك ان الشخص ده بيتصل بيك. كمان بتقدر ان انت ترد اثناء القيادة من خلال الامر الصوتي. كمان بيقدر التطبيق ده يساعد جدا الناس ذوي الاعاقة البصرية، اللي هم الناس الكفيفة. بيقدر يساعدهم ان هم يقدروا يعرفوا كل حاجة على التليفون من خلال التطبيق ده، من خلال ان هم يعني كل ما بيدوسوا على حاجة بيقول لهم اسم الحاجة دي ايه، او اسم الملف اللي انت دخلت عليه ده ايه، او اسم الشخص اللي انت بتتصل بيه دلوقتي ده ايه، او كده يعني. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه يتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك او شراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون آه بيستهلك انترنت عالي وبيستهلك البطارية وبيخلي التليفون يحتاج ان هو يتشحن كتير. بس كده الغرض من التطبيق وفائدة التطبيق والمميزات والعيوب بتاع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح التطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.